ازيكم؟ النهارده هنعمل مع بعض طاسه سجق اسكندراني، حاجه كده زي بتاعه العربيات بس اطعم وانضف واحسن كتير، وريحتها هتجيب اخر الدنيا. معايا طماطم متقطعه وفلفل وبصل جوليان، ومعايا هنا التوابل 3 4 فصوص ثوم، كوبيبه صيني، كزبره، فلفل اسود، ملح. ومعايا السجق بتاعي نص كيلو. تمام. هجيب اول حاجه السجق هقطعه بالشكل ده، وهيجي معايا في طاسه سخنه على النار، والنار تكون متوسطه. هنزل فيها بالسجق بتاعي واخلي على نار متوسطه مش واطيه ولا عاليه. تمام. هندي تقليبه للسجق بتاعي عشان انزل الدهون اللي فيه، عشان اشوف ممكن احتاج ازود دهون تاني ولا لا. الماده الدهنيه اللي انتوا هتزودوها براحتكم، ممكن نزود زيت، ممكن حته سمنه صغيره. انا زودت معلقه كبيره زيت زيتون. تمام. بعد ما اديت تشويحه حلوه ونزلت الدهون بتاعته وشفت هي قد ايه. تمام. يعني المهم يكون فيه زي صوص كده هقدر اطلع منها صوص. تمام. وببتدي بقى هنا بعد ما قلبت تقليبه 5 دقايق بالظبط وشفت الدهون بتاعتي قد ايه وزودت الماده الدهنيه بتاعتي، هنزل بقى الخضار بتاعي. معايا هو البصل جوليان متقطع، بصلتين صغننين جوليان، وطماطميتين كبار متقطعين سلطه او اكبر من السلطه، ومعايا 3 4 فلفلات كبار متقطعين. وهنبتدي بقى ننزل بالتوابل بتاعتي. تمام. انا هكتب لكم كل حاجه في الديسكريبشن. بعد ما قلبت التوابل بالخضروات، هبتدي بقى ننزل بالثوم ده. احنا يا جماعه مش عايزين نزود توم، لان كده كده السجق جواه توم اصلا. انا هحط فصين 3، انا حتى كنت حاطه 4 فصوص خدت منهم 3 بس. هبتدي ادقهم بالشكل ده، وهنزل عليه على السجق بتاعي بالثوم، وهندي تشويحه حلوه. تمام. على نار عاليه دقيقتين بالظبط، وهبتدي اوطي النار وهغطيه ياخد 5 دقايق معايا سوا، وهنطفي النار هنا بعد دقيقتين اهو. هغطيه 5 دقايق بالظبط. تمام. وهنرجع بقى ندي تقليبه حلوه ونطفي النار، هيكون معايا احلى سجق هتجربوه. تمام. وحطوا بقى ممكن عليه طحينه، ممكن نحط كاتشب ومايونيز ومستردة زي ما انتوا حابين. تمام. انا هعمله هنا سندوتشات، ممكن بقى معاه بطاطس، عايزين تعملوا جنبيه كبده، مكرونه، بطاطس، شيبسي. انا بديكوا افكار زي ما انتوا حابين. متنسوش تدعموني بلايك وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد.